لو واحد هياخد 3.5 دولار من شركة برا، الشركة اللي برا دي ليه تدفع له 3.5 دولار وهو شغال في مصر وهو اوريدي ده سعر السوق عندها في المكان اللي هي فيه؟ لا، هو بالنسبه لها 3000 ونص دولار ده بالنسبه للرقم اللي هي ممكن تدفعه لحد من بره، ده رقم عبيط. يعني لو حد موجود عندها في نفس البلد هياخد اكتر. ده طبيعي. خلينا نفكر فيها بكل بساطه. دلوقتي انا مثلا اشتغلت ريموت مع شركه في امريكا مثلا. في امريكا في مينيمم سالاريز للسوفت وير انجينيرز للسينيور. فانت مثلا هتلاقي ان السينيور اللي هيشتغل في امريكا دوت ممكن اصلا يكون هو هياخد على سبيل المثال 6000 7000. ما عشان هو في هناك بيديدكت حوالي 40 ل 45% ضرايب، فبالنسبه له السالري بتاعه هيستصعب على 3000 ونص. امم فهي ريحت دماغها خالص من حته ان انا ادفع اصلا اجيب حد ادفع له ضرايب ومش ضرايب. عشان كده كل الحاجات اللي بتبقى في مصر بتبقى اللي هم بيشتغل، احنا بنجيب الراجل دوت بنشتغل وانت ادفع بقى حاجاتك كلها مع نفسك وتعامل بقى. واعتقد معظم برضو دول الخليج بتبقى في حتت اللي هو النقل والسكن وكذا وكذا وكذا، هي فبتبقى اصلا اوفر دول لك ان الخليج انت. بتستسهل دلوقتي، مش بتهاير حد ريموت قد ما بتعمل حته الاوت سورس دي اكتر. فبالتالي تلاقي ان هي بتجيب شركه اوت سورس في مصر وتديها، وانت تتعامل انت مع الناس. انا بره عن الخليج بيخافوا شويه، تحديدا السعوديه بتخاف شويه من حته اللي هي تتعامل دايركت مع حد شغال في مصر، عشان حته برضو اللي هي الليجل والكلام دوت. مش عايزين يشغلوا دماغهم بالحته دي. بيبقى في وسيط عادة بين الشركات اللي في الخليج والناس اللي في مصر. بالظبط. اوكي. بس يعني يعني احنا بنقول انه الرينج ده بنتكلم فيه بتاع 3600 دولار، ده لما يبقى سينيور شوية يبقى عنده ده لما خبرة. يبقى سينيور تنين، عشان نبقى لما يبقى سينيور تنين وبيعمل كل حاجه والراجل جامد جدا ويقع على شركه كويسه.